وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مروه من قناه ميروتي. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد، فيديو كده مختلف شويه. في الاول ان احنا نعمل اكلنا ونخلص اللي ورانا في البيت، وبعد كده هاخدكم معايا جوله كده في الشارع، جوله في محلات الاجهزه الكهربائيه، وتوقعوا كده معايا لاخر الفيديو احنا هنشتري ايه النهارده. حاجه كان نفسي فيها بقالي فتره والحمد لله ربنا قدرني واشتريتها، وهاخدكم معايا بقى تتفرجوا معايا على التفاصيل، وبرده ايه تاخدوا فكره كده عن المحلات وعلى الموجود في المحلات. اول حاجه هنا انا عملت الغدا اللي ورايا عشان انزل كده وما يبقاش ورايا حاجه. اول حاجه سلقت الفراخ، حطيت ميه تغلي ونزلت بالفراخ فيها، وجيت هنا على حله صغننه ورحت حاطه فيها معلقه سمنه، حطيت فيها معلقه توم شوحتها، سبتها لونها اتغير. كانت الفراخ يعني ايه خدت 5 دقايق كده في النار. نزلت عليها ببصلايه وطماطمايه وسبتها برده ايه تكمل مع بعضها. رجعت تاني على التومه، كانت اتحمرت شويه او اصفرت شويه، نزلت عليها بالطماطم اللي انا ضربتها بالهاند بلندر في الاول. ركزوا كده في تفاصيل الفيديو عشان ايه النص التاني من الفيديو له علاقه بالنص الاولاني. هنا برده سبتها الفراخ تغلي غلوه كده، ونزلت عليها بالبهارات بقى، ورق لورا، زعتر، حبهان، شويه ملح وفلفل اسمر، وسبتها بقى خلاص كده توطي عليها النار وسبتها تكمل تسويتها نص ساعه على النار تقريبا تبقى كويسه. كانت هنا بقى الطماطم اللي انا حطيتها اتسبكت، كانوا تقريبا 3 طماطمات. نزلت برده ملح وفلفل اسمر وشويه بهارات لحمه. كان عندي بقى كفته رز هنا، كنت حمرتها ونزلت بقى بالشويه دول في الطماطم اللي اتسبكت، يا دوب برده اوطي النار عليهم 5 دقائق تكون ايه استوت. هي الاكله كده سريعه سريعه، لان بصراحه ما ربنا يبارك لها ويديها الصحه يا رب كانت مساعداني. هي عطت لي شويه كسكسي او مبروم، معرفش انتوا بتقولوا عليه ايه، جاهز على التسخين. وهي برده بصراحه اللي كانت عاطيه لي الكفته، انا يا دوب حمرتها ونزلتها في الصلصه زي ما شفتوا. وهنا كان اخر الاكله، حمرت الفراخ واكلنا بالهنا والشفا. نزلت بقى كنا الساعه تقريبا بعد العصر كده، نزلت بقى انا واختي وقلت اخد جوله كده في محلات الاجهزه الكهربائيه. كنت عايزه اشتري جهاز بسيط، هتشوفوا معايا كده في اخر الفيديو ايه هو الجهاز. توقعوا كده لحد اخر الفيديو، يعني انزلوا دلوقتي حطوا في الكومنتات توقعكم انا هشتري ايه. جهاز انا اوريدي عندي منه، بس الجهاز اللي عندي هو ضعيف جدا ويعني يعتبر باظ. هو جهاز كان جاي لي هديه بصراحه في اول جوازي، بس ما استحملش معايا، طلع ضعيف قوي والوات بتاعه قليل، فما استحملش معايا في الاستخدام. فقررت بامر الله ان انا اجيب واحد جديد. عايزه اقول لكم دي احلى وقت في اليوم واحلى اجواء في السنه، هي الاجواء بتاعه الربيع والخريف دي، اللي هو الجو مش برد قوي ومش حر قوي، وننزل بالنهار كده بتبقى بجد احساس. انا بحب الجو ده والتوقيت ده قوي. هنا بقى كنت دخلت كذا محل، هوريكم بقى اللي انا دخلته، وقلت اصور لكم كده جوله سريعه لو حد مهتم بحاجه او عايز يشوف حاجه. ادي دي جوله، الاسعار اللي قدرت اصورها لكم صورتها، والاسعار اللي ما قدرتش وريتكم بس الاجهزه اللي في المحلات وكده. بقى ده كان المحل ده، كنت بوريكم الحاجات اللي فيه. في طبعا ربنا يوسع على الجميع، يعني الواحد لما بيدخل في محل بيبقى نفسه يشتري كل حاجه، فربنا يوسع علينا ويرزقنا جميعا يا رب، ويقدرنا كده وكل واحد يجيب اللي نفسه فيه بامر الله. وكنت بوري لكم هنا الهاند بلندر والكبات والحاجات اللي موجوده. صورت لكم بقى الشاشات التلفزيون، هنا ريسيفر، يعني حاجات كتيره. بوتاجاز زي بتاعي قلت اصوره لكم برضو، اللي هو الكريازي القديم ده، كبه، مضرب بيض، حاجات كتيرة. يعني ايه قلت تاخدوا جولة كده معايا وتتفرجوا معايا. خرجت برضو من المحل ده، رحت على محل تاني اللي هو بيتك، طبعا فروعه موجودة في محافظات مصر كلها. حاولت اصور لكم الاسعار بتاعته الموجودة، لان طبعا اكيد الاسعار موحدة في كل الفروع، فبرضو اللي محتاج حاجة او في دماغه حاجة او عايز ياخد فكرة، حاولت ابين لكم الاسعار على قد ما اقدر يعني، واشكال وانواع من حاجات كتير. انا اعتقد ان انتوا المفروض كده خلاص وصلتوا ان انا عايزة اشتري ايه او هشتري ايه في اخر الفيديو، لان هي اكتر حاجة انا عرضتها في التصوير بتاعي. ويا رب يرزق كل واحد نفسه في حاجة. انا عايزة اقول لكم برضو مفيش حاجة بتيجي بالساهل، وكل حاجة حتى مهما كانت صغيرة او كبيرة لازم نتعب عليها. وانا بحس انا عن نفسي شخصيا يعني ان الحاجة لما بتيجي من تعب، او مثلا او تعبتي او اشتغلتي او حطيتي مبلغ على مبلغ لحد ما جبتي الحاجة اللي انت عايزاها، دي بيبقى ليها قيمة وليها معنى وليها فرحة كمان مختلفة تماما عن الحاجة اللي بتجيلك بالساهل. ده اعتقادي الشخصي. يعني الحاجة اللي انا برضو جبتها النهاردة دي، انا قعدت فترة احوش فيها واحط مبلغ على مبلغ على مبلغ، ما جبتهاش مرة واحدة، يعني مش مجرد ما تمنيتها كنت جايباها. فالواحد كده بيحاول واحدة واحدة، مش لازم كل حاجة تيجي في وقتها، واحدة واحدة وربنا يقدرنا. وكلي على الله وتمني وسيبي املك على ربنا، واحدة واحدة ربنا هيرزقك. طول ما انت عندك ايمان بربنا وانت بتعملي اللي عليكي، مبلغ صغير من مصروف البيت، مبلغ على جنب، تحويشة من مصروفك مثلا او حاجة، يعني كل
واحد بقى ايه حسب الدخل اللي عنده وحسب الامكانيه بتاعته، حاولي كده ايه لحد ما ربنا يقدر في الاخر وبنجيب اللي احنا عايزينه باذن الله. كل حاجه بتيجي في وقتها، كل حاجه ربنا بيكتب لكل واحد نصيبه وكل واحد رزقه. يمكن حاجه نفسك فيها ربنا يرزقك بالاحسن منها، مالكيش خير فيها فربنا يبعدها عن طريقك خالص. توكلي انت بس على الله واسعي واعملي اللي عليكي وربنا يقدرنا جميعا يا رب ويوسع علينا كلنا، امين يا رب. معلش لو كنت طولت عليكم في النقطه دي وفي الكلام ده، بس حبيت اقول الكلمتين دول يعني ايه لعلهم يفيدوا. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، بس ما تنسيش الاول تحطي اللايك تحت الفيديو وتسيبي لي كومنت حلو منك. بس انا برضو هنا كنت دخلت على مكان تاني اسمه انترتك، اعتقد برضو ليه فروع في كذا محافظه، فبرضو ايه حاولت اصور لكم على قد ما اقدر كده. اسعاره كانت مكتوبه صغنن قوي، بس انت لو عايزه سعر حاجه معينه وقفي الفيديو عندها وباذن الله تلاقيه. دي الخلاط والكبه او الكيتشن ماشين اللي عندي، لقيت منها برضو قلت اصورها. كانت عامله تقريبا عنده 6000 ونص او حاجه شبه كده. بس وريتكم بقى بصراحه المكان ده حلو قوي. انا كنت جايبه برضو من الفرع ده الديب فريزر بتاعي السنه اللي فاتت، كنت جايباه من نفس الفرع ده. يعني بعد ما لفيت في كذا محل وفي كذا فرع استقريت ان انا اشتريت اللي انا عايزاه برضو من نفس المكان، وبصراحه كان هو احسن سعر. هو السعر ما كانش فارق قوي بس كان هو احسن سعر يعني في الموجودين. المكانس الكهرباء واشكال بقى وانواع وحاجات بقى حديثه، وبجد ما شاء الله يعني جميله قوي. وحاولت اصور لكم برضو البوتاجازات اللي موجوده. بس هنا بقى كنت رجعت البيت واديك وشفتوا انا اشتريت ايه. الحمد لله ربنا يبارك يعني فيها. انا اشتريت الهاند بلندر دي، هاند بلندر ميانتا، اشتريتها الستة في واحد. كان في منها انواع كتير، كان في هاند بلندر بس وكان في هاند بلندر بمضرب البيض بس تقريبا، صورتها لكم برضو في فرع بيتك. بس انا الحمد لله اشتريت الهاند بلندر بكل لوازمها، اللي هي معاها مضرب بيض ومعاها كبه صغيره. انا بصراحه في البيت ما عنديش مضرب بيض فكنت محتاجاه، فقلت يعني بدل ما اجيب مضرب بيض لوحده بسعر لوحده وهاند بلندر لوحدها بسعر لوحدها فدخلتهم في بعض. يعني هتقولي لي طب انت في اول الفيديو عندك اوريدي هاند بلندر، زي ما قلت لكم هي بايظه، السكينه بتاعتها كانت مكسوره، هي مش باينه حتى، السكينه بتاعتها كانت مكسوره وكمان هي كانت ضعيفه جدا جدا، يعني انا بضرب بيها الطماطم ما كانتش بتعمل لي حاجه اكتر من كده. فانا بقى توكلت على الله وجبت الهاند بلندر ميانتا. كنت برضو محتاجه كبه صغيره زي ما وريتكم، انا عندي كيتشن ماشين فيها كبه كبيره قوي، فكنت لما بحتاج مثلا اضرب بصلايه صغيره واحده او مثلا اي حاجه خضار صغير واحده او واحدتين، كنت بحس ان الكبه بتاعتي كبيره قوي على حاجه صغيره، دايما بحتاج كبه صغيره. فعشان كده برضو استقريت ان انا اجيب الهاند بلندر يبقى معاها كبه صغيره. الكبه دي الساعه بتاعتها 500 مللي، فاللي هو بتاخد لحد نص كيلو مثلا طماطم، نص كيلو بصل، طبعا بقطع قطع صغيره بس. وده الهاند نفسه كنت بوريكم ان هو سرعات الزراير بتاعته وكده بس. وهنا اهوت هطلع معاكم بقى المضرب البيض هوريهولكم. طبعا هو مش مضرب قوي قوي بس هو بيأدي الغرض يعني، فاهمين؟ هو طبعا خفيف يعني هو كان الستانلس بتاعه كان خفيف مش تقيل قوي بس بيأدي الغرض. يعني انا جربته لقيته ما شاء الله يعني ايه برضو بيضرب حلو، كنت بوريكم برضو تركيبه بيكون ازاي بس. وطلعت برضو الهاند بلندر بقى نفسه، يعني دي الملحقات اللي معاه. طلعت لكم بقى سكينه الهاند بلندر نفسه اهي، طبعا هي كلها معدن ودي حاجه كويسه فيها عشان تستحمل الحراره، دي كلها معدن. والسكينه بتاعتها اهي ما شاء الله والله كويسه. نصيحتي بقى ليكم عموما، يعني انا لما جيت اختار لفيت كان في انواع كتيره قوي في السوق وكان في حاجات كتيره قوي، بس انا لما جيت اخترت حاجه الوات بتاعها يكون 1000 واط مش اقل من كده. طبعا الاسعار غاليه جدا والاسعار عاليه، كل ما هتلاقي مثلا واط قليل ممكن تلاقي الاسعار اقل، بس انا بصراحه لا مرضتش، لان اللي عندي الاولى بقول لكم كانت قليله، فقلت مش هكرر نفس الغلطه تاني، فاهمين؟ بس فانا رحت جبت حاجه كنت مكرره يعني وانا نازله ان انا مش هجيب حاجه اقل من 1000 واط. كنت بشاور لكم هنا على ان هي الضمان بتاعها سنتين، وان العلامه اللي فيها دي هي شهاده الضمان بتاعها، المفروض ان هي مرسوم ان هي تتقص وتتشال، يعني دي شهاده الضمان بتاعها. قلت برضو اوري لكم من قريب تاني الملحقات بتاعها، وريت لكم المضرب البيض من قريب، ودي الكبه برضو من قريب زي ما قلت لكم تستحمل لحد 500 جرام اهي، كنت بوري لكم 500. ووريتكم برضو الكب ده اللي هو ممكن تضربي فيه الطماطم او العصاير لحد 600 مللي جرام، برضو هو الساعه بتاعته كده مكتوب عليه. واخر حاجه معايا بقى الهاند نفسها، السرعات بتاعتها سرعتين، لا مش سرعتين، هي سرعه بطيئه وسرعه اعلى حاجه، وفي بقى تحديدي من السرعات بتاعتها من فوق، والسكينه بتاعتها. وده كانت الفيديو بتاعنا النهارده. يعني ادعوا لي كده بقى دعوه حلوه وربنا يرزق الجميع ويوسع على الجميع يا رب، اللهم امين. وكل نفسه في حاجه يشتريها، واستنوني بقى في الفيديو الجاي. وما تنسيش تحطي اللايك والاشتراك تحت الفيديو، ولو عايزيني اعمل لكم
ريفيو كامل بقى عن الميانتا ان شاء الله لما اجربها، اكتبوا لي برده في الكومنتات، ويلا مع السلامة.